15/9 هو العنوان ديال هذا الفيديو. بزاف منكم غادي يكونوا شافوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء منشورات اللي مكتوبة او صور او فيديوهات اللي كتشرح واللي كتأكد على واحد التاريخ اللي هو 15 شتنبر 2024. بزاف منكم ما غاديش يكون عارف شنو هو المعنى ديال هذا التاريخ، ولكن في هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا شنو هو المعنى الحقيقي ديال 15/9/2024. بحكم ان هذا التاريخ هذا ما بقى ليه والو، مجرد ساعات اللي قليله، فغادي نقول لكم على ان هذا التاريخ هذا هو واحد النقطة ديال الوصل اللي كتجمع الشباب المغاربة، واللي كتأكد على ان هذا التاريخ هذا هو اللي غادي يهاجروا فيه الشباب المغاربة نحو سبتة او اسبانيا، يعني هجرة سرية. كاين من الناس اللي اعتبر هذا الشيء على انه شيء عادي، وكاين من الشباب اللي اعتبر على ان هذه الفرصة هي مسألة حياة او موت، يعني هذه هي الفرصة من اجل عيش حياة افضل. فكما كتعرفوا ان الهجرة السرية او الحريق هو مصطلح اللي قديم بزاف، وما كاينش من طبيعة الحال اللي ما كيبغيش انه يحسن الوضع ديالو. ويا ما شفنا شباب كيحاولوا انهم يحرقوا ويبدلوا الحياة ديالهم الافضل، ولكن وفي المقابل كنلقاو على ان بزاف ديال الشباب كيخسروا الارواح ديالهم وهما كيحاولوا انهم يبدلوا الحياة ديالهم الافضل على ما كيحساب لهم. في السنوات الاخيرة الموضوع ديال الهجرة هو طوندونس في جميع احياء المدن المغربية، واللي سولتيه غادي يقول لك الغربة نصوفي ولا نمشي للغربة. بزاف ديال الشباب كتلقى على ان الحلم ديالهم هو انهم يمشيو لاوروبا، والسبب الرئيسي مورا هذا الشيء هو انهم كتلقى على ان فرص الشغل قليله في المغرب، وحتى الى لقاو هذا العمل هذا فكيقول لك على ان هذاك الصالير باش كيتخلص ما غاديش يوفر ليه هذيك الحياه اللي كان كيحلم بها وهو صغير. ماشي غير هذا الشيء، وانما بزاف ديال الشباب المغاربه كتلقى على ان النيفو الدراسي ديالهم ماشي شي حاجه. هذا الشيء اللي كيخول لهم انهم ما كيخدموش في واحد المناصب اللي كتوفر لهم واحد الصالير اللي كبير. هذا من جهه، ومن جهه اخرى كنشوف على ان السبب الرئيسي والسبب اللي كيخلي بزاف ديال الشباب انها دير بحال هكا هو واحد المصطلح اللي كنشوفه هو السبب الرئيسي، وهو الفقر. هذا المصطلح هذا اللي كنشوفه على انه هو السبب اللي مخلي بزاف ديال الشباب المغاربه يفكروا في الهجرة السرية نحو أوروبا. ودابا نرجعوا للموضوع ديالنا واللي هو الأساس اللي درنا عليه هذا الفيديو هذا، واللي هو 15/9/2024. في هاد اليومين الأخيرة ولينا كنشوفوا على أن القوات الأمنية دايرة واحد الاستنفار في الحدود المغربية المتفق عليها، ولينا كنشوفوا بعض الصور اللي تحطات كتقول على أن بزاف ديال القوات الأمنية متواجدة حاليا في الحدود المغربية اللي ممكن انها توقع فيها الفاجعة اللي كيتسناوها الشباب المغاربة. انا ماشي ضد انك تمشي لبلاد اخرى باش تضمن حياة افضل، ولكن انا ضد انك تخسر حياتك وتطيح دمع تمويمتك باش تمشي مريسكي البلاد ممكن توصل وتحقق حلمك، وممكن تخسر حياتك في الطريق ليها. كاين بزاف ديال الطرق باش تحسن الوضع ديالك، وكاين بزاف ديال الطرق السليمه باش تقدر تهاجر. نتوما اذكياء وعارفيني اش باغي نوصل لكم. عاود فكر مزيان قبل ما دير شي خطوه اللي ممكن انك تندم عليها من بعد. انا ضد الهجره السريه وضد الحريق مهما اختلفت الاراء ديالكم. الفكره وصلات، والسلام عليكم.